السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في قناتكم اس سبورت. قبل ما نخليكم تشاهدوا هاد الفيديوهات نشرح لكم اشنو وقع البارح. راه في الماتش ديال من بعد القمة ديال الجيش والرجاء كانت هناك احداث شغب اخرى في المباراة ديال النهضة البركانية والكوكب المراكشي التي لعبت ببركان. أرانا اشنو وقع. السبب اللي فجر هاد الاعمال هذه او اللي خلى الشغب يندلع هو الجماهير ديال الكوكب المراكشي التي حلت بمدينه بركان. شوفوا شنو داروا. شوفوا جماهير الكوكب المراكشي شنو داروا. مشاو زعما داك المعلمه ديال المدينه، داك البرتقاله، طلعوا فوق منا، بقاو كيرسموا داك الرمز ديال الكوكب المراكشي الكاسيم والالترا بويز، ولا ما عرفتش ديك التخربيقه، ديك الالترا ديالهم، المجموعه المسانده لفريق الكوكب المراكشي او الفصيل المساند لفريق الكوكب المراكشي. ايضا كانوا كيتجولوا، شفنا بعض اللقطات اشخاص ملثمين يتجولون بالاسلحه البيضاء. كيفاش وصلوا للبركان بديك الاسلحه البيضاء الله اعلم. ها هي المشاهد. تبولوا على داك حشاكم، على داك الخاصه، على داك الماء اللي كاين قدام داك البرتقاله. شوف اشنو رسموا. هذا الفعل هذا فجر الغضب ديال الجماهير البركانيه. اشنو كتسنى من الجماهير البركانيه انها غدير ملي درتو نتوما مثل هذه الافعال؟ اشنو كتسناو من الجماهير البركانيه دير؟ فاللي وقع من بعد النهايه ديال المباراه، الجماهير ديال بركان كانت تتربص بالجماهير المراكشيه. التدخل ديال الامن جا باش يمنع الجماهير المراكشيه من مغادره الملعب. الجماهير المراكشيه كانت تريد ان تغادر الملعب صحه، وترى هاد الفيديوهات اللي غنشوفوا امامكم. تيموت شو بعد الخرخر شو ولد الحال. شوف ولد القحفاوي ما تشعش فينو هادشي متصاعد بلادي. تيموت شوف نعتذر عن هاد العبارات المسيئة، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنا قراب البارح أننا نشوفوا الكارثة مشابهة لما حدث للجمهور ديال الأهلي في بورسعيد والجمهور ديال الزمالك حينما غلقت عليهم الأبواب. وقع داك الاصطدام ما بين الجماهير، وشي بقى كيصطدم على شي، وتخنقوا بعض الجماهير وماتوا. الحادثه ديال الزمالك كان مات فيها اكثر من 20 واحد. الحادثه ديال بورسعيد اكثر من 73 مشجع لفريق الاهلي المصري. كنا قرابين نشوفوا نفس الحادثه يوم امس. نتوما الجماهير ديال مراكش، جماهير ديال الكوكب، جايين المدينه ماشي ديالكم، جايين البركان. اشنو باغيين ديروا؟ اشنو الميساج اللي باغيين توصلوا من هادي؟ اشنو بغيتوا توصلوا من هاد الافعال؟ شنو هو الميساج اللي باغيين توصلوا؟ شنو نتوما جيتوا احتليتوا بركان؟ اشنو راه هذا هو المعنى ديال هذا هو المعنى ديالو. هذا هو المعنى. حنا احتلينا بركان، حنا درنا، حنا هادي باشينا ما عرف شنو درنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. من بعد المباراه باغيين تخرجوا من الملعب صحه. الامن منعكم من انكم تخرجوا من الملعب لان الجماهير ديال بركان كانت تتربص بكم من اجل الانتقام لمثل هذه الافعال. الامن منعكم، باغيين تخرجوا صحه. ملي منعكم الامن
كنموتوا، كيموتوا الدراري، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا قلت لكم مرارا وتكرارا أن الحل ديال هاد المشاكل هادي راه هو منع التنقل. راه هاد المشكلة ماشي عندنا غير في المغرب، ما تشوفوا اليوم العديد من الفيديوهات في تونس، في إسبانيا، في ألمانيا، في الشغب فين ما مشيتي راه ما كيوقفش. لكن الحل بالنسبة لينا حنا هنا الوضعية ديالنا حنا في المغرب هنا، الحل هو منع التنقل. دابا البارح في هاد المباراة هادي شكون اللي دار الشغب؟ جمهور ديال كوكب المراكشي. مين جاي من مراكش؟ اخويا ما تجيش من مراكش. بركان لعبه في بلاده، لعبه في ملعب البلدي، جمهور ديال بركان هو اللي حضر فقط. البارح ايضا القمه والكلاسيكو ديال الرجاء والجيش، شنو هو السبب ديال الشغب؟ هو حضور جماهير الرجاء. ما تجيش اخي، جمهور الرجاء يتفرج في دونور فقط، ما تتبع فرقتك، ما تحمقنا ما نحمقوك. جمهور ديال الجيش الا تفرج بوحدو، ودابا المشكل هو ان والجمهور ديال الجيش مضارب مع راسو، بعدا جمهور ديال الجيش مضاربين بيناتهم مع راسهم. فإلى منعنا التنقل وبقات هاد المشاكل، يجب حل الأولتراس نهائيا في المغرب، بحال اللي داروا في مصر وتهناو. حل الأولتراس، مابقاش شي حاجه سميتها الأولترا لان مجموعه غير قانونيه، وايضا تحرض على العنف والكراهيه. وهادو بعدا البارح راه تشدوا شي 3 ديال العناصر ديال الكوكب المراكشي، مشجعين فريق كوكب المراكشي، منهم هذاك اللي تسلق ورسم هذاك الرمز ديال الكوكب على ديك البرتقاله اللي هي الرمز ديال مدينه بركان. ايضا واحد 2 ديال الاشخاص تصوروا انهم حاملين للسلاح الابيض، فتم الاعتقال ديالهم بسرعه. البارح تم الاعتقال ديالهم بسرعه. ودابا انت جاي يا صاحبي مخلي والديك، مخلي امك خايفه عليك، جاي ضارب ما عرفتش شحال 600 ولا 700 كيلومتر جاي البركان باش تطلع فوق هذاك الجدار وترسم الكاسي ام مع ديك البرتقاله وتبول تما حاشاكم. صاحبي ما كان غير نبغي نفهم هاد الكالاخ وهاد البشر ما كيبغيوش يتفهموا. زعما لا حول ولا قوه الا بالله. نحن بريئون من مثل هذه الافعال، نحن بريئون من مثل هذه الاشخاص، لا يمثلوننا اطلاقا. فيجب منع التنقل قبل ان تحدث شي كارثه. هذا الاسبوع فريق الجيش الملكي غيجي يلعب في طنجه في الملعب الكبير بطنجه، الجماهير الطنجاويه تتوعد بانها غتملأ الملعب عن اخره. فبالتالي الجماهير ديال الجيش الملكي من الاحسن انها ما تجيش لطنجه، او الامن يتدخل ويوقف التنقل ديالو. فدابا كمتابعين الكرام ما تبخلوش لنا بتعليقات ديالكم وتابونوا في القناه باش يوصلكم من الجديد ديال اي سي سبورت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.